السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اكزيجو تران ستيتيوس بوكس تيكت. التطبيق ده مساحته 26 ميجا، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده خاص بحجز تذاكر القطارات، حجز تذاكر القطارات في دولة الهند. التطبيق ده مش مصري ولا تطبيق عربي ولا تطبيق في اوروبا مثلا ولا في امريكا ولا الكلام ده. التطبيق ده في دولة الهند فقط لا غير. لو انت رايح الهند سياحة، لو رايح رحلة كشغل، لو رايح اي حاجة في الهند، فالتطبيق ده هيكون معاك مهم. وبالذات لو انت هتتنقل في الهند من مكان لمكان او من محافظة لمحافظة او اي حاجة من الحاجات دي، فاكيد انت هتكون امن وسيلة مواصلات ليك هي القطار. فمن خلال التطبيق ده تقدر ان انت بعد ما تحمل التطبيق تقدر ان انت تحجز تذكرة القطار في الوقت المناسب بالنسبة لك أو الوقت اللي أنت عايزه. بتعرف مواعيد القطارات، فبتقدر من خلاله تحجز الميعاد المناسب ليك. بتقدر تعرف السعر، سعر التذكرة قد ايه. بتحجز الدرجة اللي انت عايزها، الدرجة الأولى، الدرجة التانية، المكيف، العادي، الحاجات دي كلها. بتقدر ان انت لو حبيت ان انت تغير ميعاد الرحلة بتاعتك، يعني لو انت عندك هتسافر النهاردة والشغل بتاعك اتأجل او حصل فيه اي مشكلة وعايز تخليه تاني يوم او تالت يوم، فبتقدر ان انت تعدل الميعاد بتاعك عادي جدا بدون ما بتدفع اي فرق ولا بتدفع اي فلوس زيادة. لو حبيت برضو تلغي الرحلة خالص برضو في نفس الوقت بتقدر تسترد فلوسك بدون برضو ما بتدفع اي فلوس ولا اي حاجة زيادة، ولا بيتخصم منك اي حاجة. بس كده، فهو تطبيق خاص بالقطارات. طبعا القطارات من امن الحاجات وافضل المواصلات وارخصها طبعا، غير ان هي بتبقى ممكن تكون ان هي مميزة او المكيفة او افضل يعني من المواصلات العادية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. طبعا هو تطبيق كويس جدا في الهند ومحمله 100 مليون شخص، فطبعا يعني ثقتهم عالية جدا. طبعا واخد التقييم بتاعه 4 نجوم و6 من 10، فيعني كل اللي حمله شكر فيه وكل اللي اتعامل معاه قال ان هو يعني تطبيق كويس وشغال كويس. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا رسيلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.